نعش النبي أمامهم، ووراءهم نبذوا كتابا. في أي حكم قد أباحوا إرث فاطم واغتصاب بيت النبوة بيتها شادت يد الباري قبابا أذن الإله برفعه، والقوم قد هتكوا حجابا قد أطفأوا نور الهدى، يا مذا ضرموا بالنار بايا لم يحفظوا للمرتضى رحم النبوة والقرابة، أسد الإله فكيف قد ولجت ذئاب القوم غايا. وعدوا على بنت الهدى ضربا أيوا زهراء، وعدوا على بنت الهدى ضربا بحضرة المهايا. قل يا حيدر بباب الدار تسمع ضرها والنتي وحني ما تنهض تحاميني، شنو العوقك عني انت الما تهاب الموت وحروبك فلا تنعد بيك أهل السما تدري وكل أهل الأرض تشهد، خصمك يوصل الداري وبوجودك يدايس الحد يضرم على الباب النار، وانت تشوف يا كرار قدامك يحامل جار بين الباب والحايط، قام النذل يضربني يقول له يا حامل جار بيك ايش صار، للزارة ما تحميها سيفك شلت حدوده والزارة تحاميها. نقول له يا علي يا علي وما أنا غيرك ما نجد منجا، وما أنا أنت للمحب يا علي
أنت للمحب منجى ومانا وديعة عندك الزهرة ومانا خصمك ما جسر لولا الوصي خصمك ما جزر لولا الوصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عن مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ولو كان الحسن شخصا لكان فاطمة، بل هي أعظم، إنها خير أهل الأرض عنصرا وشرفا وكرما. صدق مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. تعجيلا لفرج المولى صاحب الأمر والزمان، ولقبول المجلس، قضاء الحوائج، غفران الذنوب، إدخال السرور على أمواتنا أمواتكم أموات المسببين. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على. هذه الفقرة في ضمن حديث يخاطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن عوف، ويذكره بأن أهل البيت لا يقاس بهم أحد، كما يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة: لا يقاس بآل محمد اللهم صل على محمد من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا، فهم أولياء النعم. ثم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين بعض فضائل هؤلاء الخمسة أهل البيت عليهم السلام، ويقول: ولو كان الحلم رجلا لكان عليا. صبر أمير المؤمنين. يقول: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا، أرى تراثي نهبا، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة. الصبور أمير المؤمنين. ولو كان الحلم رجلا لكان عليا، ولو كان العقل رجلا لكان حسنا. هذول اللي يلومون الإمام الحسن على تصرفه وعلى صلحه. الرسول يقول: الحسن كل عقل، لو تجسد العقل في العالم لكان قالبا مثاليا للإمام الحسن عليه السلام. ولو كان السخاء شخصا لكان حسينا. جود الحسين، سخاء الحسين، هاي السفرة الممدودة إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة وبعده للحسين عليه السلام صلوات الله. يقول: ولو كان الحسن شخصا
لكان فاطمة. يعني لو قرر أن يتمثل الحسن في العالم لتمثل في شخصية فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يعني جمعت الحسن كله، جمعت صفات الكمال فيها بأبي هي وأمي صلوات الله عليه. ثم يعقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بل هي أعظم. مو الحسن يتجسد في شخصياتها، بل هي تحسن الحسن. الحسن ما حسنوه والقبح ما قبحوه، بهم عرف الله وبهم ميز بين الحق والباطل، بل هي أعظم. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأنف كلامه، لكن استئناف بياني. شنو استئناف بياني؟ احنا عندنا استئناف على قسمين: استئناف نحوي يعني بداية الكلام، عندنا استئناف بياني يعني تعليل لما قبل. يقولون يعني هنا سؤال مقدر، سؤال يسأل، سائل يسأل سؤالا، كأنه لما النبي ادعى هذا الادعاء وبين هذا المقام لابنته الزهراء سلام الله عليها، اكو واحد يسأل يقول: شنو الداعي وما الدليل على ذلك؟ أن فاطمة الزهراء لو اجتمع الحسن في العالم كان في شخصية فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فالنبي جاء بأدل، فقال: إنها خير أهل الأرض عنصرا وشرفا وكرما. 3 أدلة حسب قابليتنا، احنا عقولنا ما تتحمل أكثر من هذا. فاطمة الزهراء بحر لا يدرك غوره، فطان 3 نماذج من عظمة الزهراء سلام الله عليه، فقال: إنها خير أهل الأرض عنصرا، يعني أصلا، أصل الزهراء، تكوينة الزهراء سلام الله عليها. أكو عناية ربانية لتكوينة الزهراء سلام الله عليها. فاطمة الزهراء التي تكونت من ثمار الجنة. روايات مختلفة ومتعددة، إما من تفاحة الجنة، في روايات هاي التفاحة أكلها رسول الله في الجنة أم نزل بها جبرائيل إلى رسول الله، روايات. في بعض الروايات سفرجل، في بعض الروايات اللي بعضها في كتب معتبرة مثلا الصدوق يرويها في علل الشرايع أنها تكونت من رطب الجنة أو من عنبها في بعض الروايات، أو من شجرة النور في الجنة، من ثمار الجنة. المهم، لذا في بعض الأحاديث عائشة اعترضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: يا رسول الله، ما بالك تقبل فاطمة وتشمها وتدخل لسانك في فمها كأنك تلعقها عسلا؟ مريم متزوجة، مو عيب، مو فشلة. فقال: يا حميراء، إني لما أسري بي إلى السماء فدخلت الجنة
وناولني جبرائيل من رطبها، أو في بعض الروايات تفاح، فأكلت من تلك الثمرة وصارت منها فاطمة، وإني كلما اشتقت إلى ريح الجنة قبلت فاطمة وشممتها. اللهم صل. فتكوينة الزهراء من ثمار الجنة، أصلها من ثمار الجنة. وفتش بالتاريخ، أكو غير الزهراء سلام الله عليها. اعتنى الباري عز وجل مقدمة لوجودها بأن أهدى لنبيه من ثمار الجنة لكي تتميز الزهراء عن سائر الخلق. نعم، احنا عندنا روايات في أهل البيت عليهم السلام، في الأئمة، نعم عندنا. إذا أراد الله عز وجل أن يصور الإمام أنزل بماء من تحت العرش فشربه الإمام فتكون منه الإمام، هاي موجودة. لكن شوف هاي الكيفية اللي في فاطمة الزهراء سلام الله عليها من ثمار الجنة صلوات الله، بل هي من الأنوار المتعلقة بالعرش. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. فالزهراء سلام الله عليه من تلك الأنوار الإلهية الربانية صلوات الله عليه. فتكوينة الزهراء وعنصرها كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها خير أهل الأرض عنصرا. هاي فضيلة للزهراء ولا؟ نعم، زعماء الضلال ورواد الباطل لم يتركوا فضيلة لأهل البيت وللزهراء إلا حاكوا مثلها لجماعتهم صحبهم. في رواياتهم يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا كذبا وزورا، يقول النبي: لما عرج بي إلى السماء وكنت في السماء الرابعة سقطت تفاحة في حجري فانفلقت فخرجت حوراء تقهقه، فقلت لها: لمن أنت تكلمي؟ قالت: أنا للمقتول ظلما عثمان بن عفان. شوفوا شلون. لذا هكذا هاي الرواية سخيفة، وإن كان بعض علمائهم صححوها من هوان الدنيا على الله، يقولون رواتها صحاح إلا رجل واحد، محمد بن سليمان بن هشام. لولا هذا يقول هاي الرواية صحيحة، لكن ابن الجوزي يرويها في الموضوعات. يعني شنو الروايات الموضوع؟ ليش؟ لأنه معلوم يعني واضح. فالزهراء تلك الطاهرة المطهرة التي اعتنى السماء بها بمولدها بتكوينتها بعنصرها، إنها خير أهل الأرض عنصرا بعد وشرفا. أكو شرافة أعظم من شرف الزهراء من نسبها وحسبها. ابنة رسول الله، زوجة ولي الله، أم الحسن والحسين، أم الأئمة من طوعا لرغبتهم يعلو القضاء بنا أو ينزل القدر. شرف الزهراء سلام الله عليها. ينقل في التاريخ يوم من الأيام معاوية بن أبي سفيان
قاعد في مجلسه سأل سؤال وتورط، قال: من خير الناس أبا وأما وجدا وعمة وخالة وعما؟ منو هذا؟ يقول: أكو واحد من الأنصار قاعد هناك، فقام وأخذ بيد الحسن عليه السلام وقال: هذا خير الناس جدا وأبا وأما وعما وخالا وخالة، وجعل يفصل. عمرو بن العاص حاضر ما أطاق الكلام، وقال: يا هذا أنصارية، يعني أنصاريتك دعت من الأنصار، والأنصار يميلون إلى أهل البيت. قال له: أنصاريتك دعتك إلى هذا الكلام؟ قال: ما قلت إلا حقا، وهل هناك خير من بني هاشم في علمهم وفضلهم وجهادهم وحلمهم وسابقتهم، ولولاهم لما أخرجنا الله من الظلمات إلى النور. ثم التفت إلى معاوية قال له: يا معاوية، إن شئت أن تنكر هذا شنو رأيك؟ تنكر؟ قال: بل أقر. ما يقدر يقول أقر بهذا. فكرامة الزهراء ونسبها وشرفها، بعد واحد غني عن التعريف، يقول هي بنت من؟ أم من؟ فاطمة الزهراء. إنها خير أهل الأرض عنصرا وشرفا وكرما. كرم الزهراء سلام الله عليه، عطاؤها ذلك العطاء العظيم اللي القرآن الكريم يهتف بمواساتها وبعطائها. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. من يسوى العطاء؟ 3 أيام جواعة صايمين، ووقت الإفطار يتصدقون بطعامهم. يقول: حتى دخل رسول الله بعد هاي 3 أيام فرأى الحسن والحسين يرتعشان كالفراخ. شايف فرخ، هاي عصفور، فرخ طير، شلون يرعشان من شدة الجوع. يؤثرون بالفقراء على أنفسهم. هاي مو كرم. يقول: جاء شيخ من مهاجرة العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شيخ كبير مهاجر إلى رسول الله، وعليه سمل قد أخلق، ثوب مخرق عتيج. فقال: يا رسول الله، أنا جائع فأشبعني، وعار فاكسني، وفقير فأرشني أو فرشني، اثنيناتهم صح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم التفت إلى أصحابه قال: أكو واحد أنه يضيف هذا الفقير. أول شيء أرسل إلى بيوت أزواجه: عندكم شيء نريد نضيف هذا الفقير؟
يقول فإجا الجواب: يا رسول الله ليس في بيوتنا شيء إلا الماء. ماكو. النبي عنده 9 أزواج، متوفي عن 9. يقول لنا يا رسول الله ما عندنا شيء، ما نقدر نضيف. التفت إلى الأصحاب: ماكو واحد، مروتكم، هذا فقير جاينا مهاجر. فماكو. فصاح النبي قال له: يا بلال خذه إلى بيت الزهراء سلام الله، عسى أن يكون هناك شيء. يقول فأخذ بلال بيده وذهب به إلى بيت الزهراء، ملاصق إلى بيت رسول الله. فطرق الباب: السلام عليكم يا أهل البيت، أنا جائع فأطعموني وعار فاكسوني. يقول فأخرجت الزهراء له جلد كبش ينام عليه الحسن والحسين، فراش صعب. فقال لها: يا بنت رسول الله وما أصنع به؟ هاي شي يسوي لي؟ أنا جوعان عريان. يقول فعمدت إلى عقد في عنقها، تذكار من أمها الزهراء، فقطعته وأعطته للسائل وقالت له: بارك الله لك فيه. يقول فأخذه ورجع إلى المسجد، رجع إلى المسجد. فقال له: يا رسول الله رحت الزهراء وطتني هذا العقد. فنظر إليه رسول الله ودمعت عيناه، تذكار خديجة، رسول الله يحب خديجة. فقال: بارك الله لك فيه، وكيف لا يبارك لك فيه؟ من ايد الزهراء ما قلها. فقال: بعه وقضي حاجتك. يقول فقام الرجل وقال: من يشتري هذا العقد بأنه أكل بطني ولباس أواري به جسدي وراحلة تبلغني إلى أهلي؟ فقام عمار. يقول توه فاتحين خيبر والمسلمين شوية بيدهم شيء، واصل إلى أنه عمار شوية من هذه الغنائم. فقال: أنا أشتريه بإشباعك، أشبعك خبزا ولحما وأكسوك، وهذه راحلة ولك 20 دينارا. قال: يا هذا ما أسخاك بالمال. عقد الزهراء يسوى هذا. يقول وداه وشبعه ولبسه والطار راحله والأموال ورشده عند عبد اسمه سهم. يقول فأخذ عمار هذا العقد وطيبه وأعطاه بيد غلامه هذا الغلام، وقال له: أنت والعقد لفاطمة، روح. اللهم صل على محمد. يقول جاء بهذا العقد، طرق باب الزهراء. منه؟ قال: يا بنت رسول الله هذا العقد عمار سيدي أهداني، وهذا العقد إلك. يقول فقالت: أعطني العقد. أخذت العقد وقالت: أنت حر لوجه الله. فضحك. قالت: ليش تضحك؟ قال: ما أعظم بركة هذا العقد، أطعم أشبع جائعا، كسى عاريا، أطلق أسيرا، ورجع إلى صاحبه. هاي دورة، راح دار ورجع إلى صاحبه.
هاي عطاء الزهراء سلام الله، بركة عطائها. لذا اطلب من الزهراء سلام الله عليها، مد ايدك للزهراء سلام الله. يقول ذاك من موارد التوسل بالزهراء سلام الله عليها في المرض. أنا عندي عدة روايات في المرض. أهل البيت كانوا يوصون وهم يتوسلون. علي بن أبي حمزة يقول دخلت على الصادق عليه السلام وهو يئن مريض، قلت له سيدي مولاي ما بالك تئن؟ قال حمى أصابتني منذ 7 أشهر، 7 أشهر أنا طايح بالفراش. أهل البيت كانوا يتمرضون مرض شديد، مصايب أنواع وأشكال. ولي ولد مريض منذ 12 شهر. قال له سيدي مولاي ترخصني أروي لك فد حديث منه ابن أبي حمزة. قال له تفضل. قال سيدي دخلت على أبيك الباقر فسمعته من خارج الدار، يعني الإمام يصيح، وهو ينادي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني. اللهم صل. يعني أبوك كان يتوسل بأمه الزهراء سلام الله عليه. يوسلون أهل البيت عليهم السلام بالزهراء سلام الله عليه. فهذا كرم الزهراء، عظمة الزهراء عند الله، بعد كرامتها كريمة عند الله وعند رسول الله. الحديث عن عائشة أنها قالت كانت فاطمة إذا أقبلت قام إليها رسول الله وانحنى على يديها فقبلهما. أنت لما تروح يم عالم تقبل إيده، لو إيدينا الاثنين تقبل إيده، يقول لا يديها اثنينات. وأجلسها في مكانه. هاي كرامة الزهراء عند رسول الله، كريمة محبوبة حبيبة رسول الله. تقول الزهراء لما نزلت هذه الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هبت رسول الله، وفي رواية رهبت رسول الله أن أناديه يا أبا. فدخل علي أبي ذات يوم فناديته يا رسول الله، على حد تعبير صفن النبي. قال لها يا فاطمة إن هذه الآية لم تنزل فيك ولا في أحد من ذريتك، وإنما نزلت في أهل الكبرياء والبذخ من قريش، مو إليك ذولاك اللي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ذولاك مو أنت. وأما أنت فقولي يا أبا فإنه أحيا للقلب وأرضى للرب. أن قلبي يحتي لما تصيحين بويا. فكانت الزهراء تناديه أبا أبا، وكان الرسول يستر. لكن ما أدري الزهراء لما نادت رسول الله ذلك النداء إيش وقت؟ لما جاء ذلك الرجل وبيده قبس من النار. ما أدري شفت في بعض التواريخ يقول 300 واحد. إيش عندكم في بيت الزهراء؟ 300 واحد لاميهم على الزهراء، معهم الحطب الجازل، كوموا هذا الحطب على باب الزهراء، والمنادي ينادي يا علي اخرج وإلا أضرمنا الدار بمن فيها. يبا صاحب صوت عالي أهل الدار، فك الباب خلي يطلع الكرار، قبل لا تشتعل الباب بالنار، خلي يطلع يبايع على بالحين.
علي مقيد بالوصية، قيدته وصية من أخيه، حملته ما ليس بالمقدور، طلعت حايرة الحرة الحزينة، تصيح وتنتحب شلكم علينا، دخلونا عقب عزنا وولينا، نقضي ايامنا بحسرات والياح. اجركم الله. هو يكتب لمعاوية يقول له يا معاوية، ايام زمان خلافته، يقول له يا معاوية مكانك خالي، لما رحنا للزهراء وصلنا البيت صحت بها خرجت من وراء الباب تكلمني، فلما أحسست بها أنها وراء الباب محترقة بالنار، يقول ركلت الباب برجلي فلاذت وراء الباب. أيوا زهراء. قال سليم قلت يا الزلمان هل دخلوا ولم يك استئذان؟ فقال إيه وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. يقول لما عرفت أن الزهراء صارت وراء الباب، يقول ها اعتمدت على الباب ورفست الباب، فألصقت أحشاءها بالحائط، فسمعتها زفرت زفرة ونادت يا أبتاه يا رسول الله، هكذا يصنع بحبيبتك وبضعتك. بويا من غبت يا سيد البرية، ردت أصحابك جاهلية ونصبوا سقيفتهم علي. بويا للدار جون شلون جاي شلون جاي بويا جدايامهم نزلي الداعية، بويا ورا الباب لما هجس بيا عصرني وطحت فوق الوطي، عصرني وطحت فوق الوطي. نعم رضوا أضالعها أجروا مدامعها، رضوا أضالعها أجروا مدامعها، أدموا نواظرها يا ميراثها يا غاصب. أقول لك يا الموالي رضوا ضلع الزهراء كسروا أضلاعها، أنبتوا المسمار في صدرها. أقول هنا كسروا أضالع الزهراء. يجي الشاعر يقول وبكسر ذاك الضلع وبكسر ذاك الضلع رضت أضلعون في طيها سر الإله مصون. وناي لما وقفت زينب تنظر إلى الخيول وهي تلعب على صدر الحسين،
أنا أرد أنشد الخيال المجبلين اللعبة على ابن أم ميادين بعد يوان يا بطلونين أنا منين جتني كربلاء منين خذت عباس مني وتالي حزين خذت عباس مني وتالي يا لي حزين وصدر تراب البتول بحجرها ترضرض خيل العدا بالحوافر يا الله. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبالحجة ابن الحسن يا الله عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره أعوانه من المستشهدين بين يديه. اللهم بحقه بجاهه فرج عن كل مكروب، فرج عن الشيعة والموالين والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وانصرهم وانصرنا على أعدائنا يا الله. اللهم ادفع شر أعدائنا عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انصر المجاهدين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا، شافي مرضانا. إخواني أكو مرضى أوصونا بالدعاء حالتهم خطيرة بالإنعاش، مرضى ميؤوس عنهم حالتهم صعبة، أصحاب آلام بالفراش والنوم، ندعو لهم. لا بأس نقرأ 3 مرات هذه الآية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله 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 يا الله. صل على محمد وآل محمد وشافهم وعافهم يا رب العالمين. ألبسهم وألبسنا ثوب الصحة والعافية إلى منتهى آجالنا يا الله. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وسع في أرزاقنا. الحاضرون والمسببون والمقيمون تقبل اللهم أعمالهم وأعمالنا بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم أمواتنا أمواتكم. العلماء الشهداء روح السيد الإمام من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.